لو عندك بكره امتحان او ميعاد مهم وقاعد بتفكر في اللي عدى ازاي وازاي هتعدي اللي جاي، كل الحاجات دي مش هتخليك تعرف تنام. وده ياخدنا للعمل الثالث وهو التوتر. والتوتر هيزود عندك هرمون الكورتيزول، وكورتيزول كتير يعني ميلاتونين اقل، يعني مش هتعرف تنام. والحل انك تقلل التوتر قبل النوم، زي انك تقرا كتاب او تقرا قران او تكتب او حتى تبص للنجوم اللي في السقف. وبكده نكون عرفنا الحاجات اللي بتاثر على الساعه البيولوجيه وازاي نتعامل معاهم. دلوقتي كل اللي عليك انك تقول اذكار وتنام. السلام عليكم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن اهميه النوم والنوم بدري والنوم بفترات كافيه، واتكلمنا عن اضرار النوم وتاثيره على كل هرمونات الجسم. الحلقه دي مبنيه على الحلقه اللي فاتت فلازم تتفرج عليها. الحلقه دي هنتكلم عن ازاي تظبط نوم. تعال نبدأ بعدد الساعات. لو انت من 6 ل 18 سنة الافضل ما تقللش عدد ساعات نومك عن 6 ساعات، لان النوم مهم جدا في عملية النمو وتكوين المخ. ولو انت فوق 18 المدة هتختلف من شخص للتاني، وعشان نفهم بنحسبها ازاي لازم نعرف مراحل النوم. عندك اول حاجة مرحلة ما قبل النوم او awake sleep. دي مرحلة جسمك مبقاش نايم فيها قوي، يا دوبك مسترخي. المرحلة دي بيقل ضربات القلب والتنفس ودرجة الحرارة وحركة العين. المرحلة دي ممكن تاخد 6 دقايق. المرحلة الثانية وهي النوم الخفيف أو اللايت سليب، وهنا معدل ضربات القلب بيقل أكتر وارتخاء العضلات بيزيد وحركة العين بتقف تماما، والمخ بيبدأ في تنظيم المعلومات اللي خدتها على مدار اليوم كله، ودي مهمة ليك جدا كطالب. المرحلة دي بتقعد حوالي 20 دقيقة. المرحلة الثالثة عندنا وهي النوم العميق، ودي ممكن تسميها مرحلة الصيانة. بيحصل فيها إعادة نمو الأنسجة وعملية استشفاء العضلات وتقوية جهاز المناعة، ودي مرحلة بتقعد 40 دقيقة. لو رجعنا من الأول هنلاقي المرحلة الأولى تهيئة للنوم، والثانية تنظيم للمعلومات، وهما مرحلتين مسؤولين عن المناطق المسؤولة عن التعلم وحل المشكلات والإبداع. طب ليه بقوم من النوم مصدع؟ انت هنا نمت من الحلقه اللي فاتت. لو قمت من النوم وانت كنت في مرحله النوم العميق هتقوم مصدع، لان جسمك بيقوم بعمليات كتيره جدا وانت تقريبا قطعت العمليات دي. لو حسبت معايا كده هتلاقي الدوره تقريبا من 100 ل 80 دقيقه، فمعظمنا هيكون كافي معاه من 6 ل 8 ساعات نوم يوميا. نرجع لنقطه الحلقه اللي فاتت، وهي ان الفترات دي لازم تكون في ميعاد محدد ولازم تكون بالليل. ليه بقى؟ عشان في حاجة في جسمك تسمى الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية علاقتها كبيرة جدا بالساعة العادية، ودورتها 24 ساعة عادي جدا، يعني كل 24 ساعة بتعيد اللي عملته تاني. بمعنى الكورتيزون لو يفرز عندك النهارده الساعة 12 الظهر، بكرة هيفرز 12 الظهر، والميلاتونين وكل هرمونات جسمك نفس الوضع. وانت بتلاحظ الكلام ده، بتلاحظ انك بتحس بالنعس في نفس الوقت كل يوم، بتحس بالجوع في نفس الوقت كل يوم حتى لو مش جعان. الخبر الحلو انك تقدر تغير الساعة البيولوجية بسهولة، والحاجة اللي بتعود جسمك عليها جسمك بيتعود عليها بسرعة. يعني لو ظبطت نومك كلها كام يوم وهتلاقي نفسك بتصحى في الوقت اللي عايز تصحى فيه بدون منبه. وعشان كده الناس اللي بتصحى للفجر بتلاقيها بتصحى في نفس الوقت كل يوم بدون منبه. تعال نشوف العوامل اللي هتأثر على الكورتيزول والميلاتونين وهنتعامل معاهم ازاي. اول حاجة وهي الإضاءة. حساسية عينك للإضاءة شديدة، وبالأخص الأبيض والأزرق، وطول ما انت في مكان إضاءته عالية زي أوضتك مثلا جسمك مش هيفرز الميلاتونين على أساس انك لسه في النهار. وتخيل كده الحاجة اللي إضاءتها عالية وتخليك ما تعرفش تنام، التليفون. الحل النهائي انك تكون في مكان معتم قبل النوم مش اقل من ساعة، وطبعا ما تمسكش التليفون قبل النوم خالص. ساعة كتير يا عم، واحدة واحدة وكلها يجي معاها ربع ساعة نص ساعة، وكل مرة زود شوية. تاني حاجة وهي انك تعرض نفسك لضوء الشمس من 5 ل 10 دقايق الصبح بدري. ده هيزود الكورتيزول وهيقلل الميلاتونين، يعني خمول اقل ونشاط اكتر. تاني عامل معانا هو درجة الحرارة. الزيادة في درجة الحرارة بتأثر بالسلب على الميلاتونين، وبالتالي ما بتعرفش تنام كويس، او زي حالاتي ما بعرفش انام في الحر اصلا. والحل انك تشغل مراوح في اوضتك قبل النوم بشوية عشان الأوضة تبرد معاك، او انك تاخد دش قبل النوم بساعة او ساعتين عشان جسمك يبدأ يبرد نفسه تلقائيا. اول حل الاغلى وانك تركب تكييف وتعمل درجة الحرارة من 16 ل 25. وجع الجيب. لو عندك بكره امتحان او ميعاد مهم وقاعد بتفكر في اللي عدى ازاي وازاي هتعدي اللي جاي، كل الحاجات دي مش هتخليك تعرف تنام. وده ياخدنا للعمل الثالث وهو التوتر. والتوتر هيزود عندك هرمون الكورتيزول، وكورتيزول كتير يعني ميلاتونين اقل، يعني مش هتعرف تنام. والحل انك تقلل التوتر قبل النوم، زي انك تقرا كتاب او تقرا قران او تكتب او حتى تبص للنجوم اللي في السقف. وبكده نكون عرفنا الحاجات اللي بتأثر على الساعة البيولوجية وازاي نتعامل معاهم. دلوقتي كل اللي عليك انك تقول اذكار وتنام. نقطة مهمة جدا. لو فاكر الحديث اللي قلناه الحلقة اللي فاتت وان الشيطان يضرب عليك 3 عقد، لو عايز تحفظ نفسك من الشيطان اقرأ آية الكرسي. انا سمعت الحديث ده. بيقول اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تعرف ان ده كلام الشيطان؟ عم الله يخليك يا ابني، مش قصدي عليك والله. ده كلام الشيطان لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. خليه أنا مش كل الأيام بتظبط معايا.
يوم كده ويوم كده. في ايام بصحى من النوم من كتر التفكير، وايام مش بعرف انام اصلا، وفي ايام خلاص يا سيد. بص يا غالي، احنا بنبحث عن الحياه الصحيحه، ده الرائع. خليك عايش في حياتك بمبدا احرص على ما ينفعك. لو في يوم باظ معاك حصل خير، اهم حاجه انك ترجع تاني. والخسران مش اللي وقع، الخسران اللي ما رضيش يقوم تاني. ابتسامه بقى عريضه بقى. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى نكونوا اتبسطتوا واستفدتوا معانا. وبس كده، يا رب حياتنا تتصلح. سلام.